السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده حبايبي قرطاس الكنافه. ايه رأيكم بقى في الجمال بحشوة الكريم جانتيه والباستري كريم والسوداني في منتهى الجمال بمقادير بسيطة جدا وسهلة واقتصادية. ما كنتش متوقعة تطلع بالجمال والحلاوة دي. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ يلا بينا على الطريقة. هنعمل اول حاجة الشربات بالكوباية، كوبايتين سكر، كوبايتين ميه بنفس كوب السكر، كوبايتين ميه. هضيف عصير ليمونه كبيره وذره فانيليا، وهقلب المكونات دي كلها قبل ما احطها على النار لحد السكر ما يدوب. كده بقى السكر داب، هرفعه كده على النار واستمر في التقليب كده لحد ما الشربات يغلي. واول ما الشربات بقى يغلي ويبتدي يستوي كده بشيل الرغاوي بقى اللي فوق دي عشان ما تسكرش معايا، بشيلها كده بالمعلقه عشان الشربات طبعا مبقاش فيه سكر. كده بقى الشربات يغلي ويستوي كده براحته من غير رغاوي. كده دخل في السوا اهو. ممكن في الشربات نضيف معلقه عسل كلوكوز المتاح عندك. انا بصراحه ما عنديش عسل كلوكوز، عملته كده بالسكر الليمون والميه. هجيب نص كيلو كنافه طرح وافردها كده على القطاعه. هاخد حبه كده من الكنافه واقصهم بالمقص والباقي اشيله في الكيسه، واخد الحبه اللي انا قصيتهم بالمقص اغطيهم بفوطه، واخد قطع من الكنافه الطرح دي، والقراطيس دي بتتباع عند مستلزمات الحلويات. هلف القرطاس بقى كده بالكنافه. شايفين ايدي ثابته كده وبلف كده وبحاول ان انا اضغط بايدي على الكنافه عشان تبقى السوا كلها واحد. واجيب بقى ميه وابل ايدي كده واضغط على القرطاس عشان الكنافه تبقى متساويه، ما تطلعش هشه كده، تبقى مضغوط فيها جامد. شايفين بقى القرطاس كده جاهز، بحطه في صينيه. بكرر واحده تاني، بجيب القرطاس وبلفه كده على الكنافه وبضغط بايدي كده وبلم الجوانب وبضغط لحد الكنافه كلها ما تلف حوالين القرطاس كلها. وبفرد كده بايدي الكنافه وبضغط عليها جامد وبشيل الزياده وبلفها كده بطول القرطاس وبسويها، وبجيب الميه كده وبضغط عليها عشان تديني القرطاس الجميل ده. ايه رايكم في الجمال ده؟ وبكرر نفس الخطوات. باخد قطعه تاني من الكنافه والف القرطاس حوالين الكنافه كده وبضغط على الكنافه كده عشان ما تفكش مني، وبسويها بطول القرطاس علشان يديني شكل القرطاس جميل ومتساوي. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ سهله بقى ولا مش سهله؟ وطعمها في منتهى الجمال. وبلفها كده وبضغط عليها وبشيل الزياده، وببل ايدي برضو بضغط على الكنافه كده على القرطاس عشان الكنافه متبقاش هشه، تبقى متساويه لما اجي اقليها. شايفين بقى الجمال؟ وممكن اخد قطع من الكنافه والفها حوالين القرطاس كده واضغط بايدي. شايفين اللفه بقى كده؟ سهله جدا. وبفرد الكنافه كده وبضغط عليها وبسويها، وببل ايدي برضو بشيل الزياده وببل ايدي كده وبضغط عليها بالميه عشان تديني بقى القرطاس الجميل كده، عشان لما اجي احشيه يبقى متماسك. وبضغط بايدي كده. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بجيب بقى حله وبحط فيها بتاع نص كوبايه زيت، بحط معلقتين كبار سمنه، واول ما تسيح بقى السمنه احط فيها الكنافه الجميله دي. شايفين بقى الجمال؟ مش هقلبها لما حتى ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. الكنافه دي جميله جدا، تنفع في اعياد الميلاد وحلوه جدا للاطفال. وبقلبها بقى كده خدت اللون الذهبي الفاتح اهو، واستمر كده في التقليب لحد ما تديني اللون اللي انا عايزاه. ده اللون بقى جميل اهو، استوت الكنافه. شايفين بقى اللون الجميل الذهبي ده؟ اطلعها بقى كده واصفيها واحطها في الطبق. شايفين بقى اللون الجميل ده؟ كده الكنافه ده السوا بتاعها مظبوط. واكرر بقى عمليه القلي للكنافه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بكرر بقى عمليه القلي، اكمل بقيه القلي للكنافه، ما بتاخدش ثواني. وابتدي بقى انا اطلعها من القرطاس
بس معلش يبقى القرطاس سخن، احاول اطلعها كده بالراحه وهي سخنه. شايفين بقى الجمال؟ ايه رايكم بقى؟ والله من غير حلفان، في منتهى الجمال وطعمها لذيذ جدا. بس الكنافه سخنه، بحاول اطلع الكنافه من القرطاس بالراحه كده عشان هي سخنه. كده خلصت كميه الكنافه من القلي. اطلع بقى الكنافه كده بالراحه، بتطلع معايا بكل سهوله. ممكن بقى نحشي قراطيس الكنافه دي ايس كريم وفواكه، المتاح عندك اللي انت حباه، تبقى جميله جدا كمان بالفواكه. انا هحشيها كريم جانتيه وباستري كريم، الاتنين مع بعض طعمهم جميل. شايفين بقى الجمال؟ وهي سخنه بقى كده هسقيها الشربات. هضيف الشربات كده واحده واحده وهي سخنه، اشربه كده بالراحه. طبعا الشربات ده مش كل الكميه، انا باخد جزء منه كده، انا بحب ازود شربات واشيله. ولما اكون بعمل اي حلويات بزقي شربات. شايفين بقى الجمال؟ بجيب بقى كوبايه كريم جانتيه ونص كوبايه باستري كريم بيتباع عند مستلزمات الحلويات، وهضيف كوبايه وربع ميه ساقعه، واشغل المضرب كده لحد المكونات دي تندمج مع بعضيها والكريم جانتيه والباستري كريم يتماسكوا. جربوا بقى الكنافه دي وقولوا لي ايه رايكم. كده الخليط اتماسك. شايفين بقى الجمال؟ الباستري كريم مع الكريم جانتيه في منتهى الجمال. بجيب كيس حلواني بحط فيه بلبله، وبحط الكريم جانتيه والباستري كريم في الكيس الحلواني عشان احشي بقى الكنافه الجميله دي. هاخد بقى القرطاس واحشي بقى فيه الكريمه، واضغط بالكيس الحلواني عشان املى القرطاس الكنافه كريمه، واخد واحده تانية واكرر نفس الخطوات واحشيها كده بالكريم جانتيه والباستري كريم. جيلاتي في منتهى الجمال. هكمل بقى حشو القراطيس الكنافه. شايفين بقى الجمال؟ ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ سهلة بقى ولا مش سهلة؟ بعد بقى ما شكلت قراطيس الكنافة بالكريمة، هجيب سوداني ضربها في الكبة، واعمل بقى بالقرطاس كده في السوداني، واضغط كده ضغطة واحدة في السوداني. شايفين بقى الجمال؟ ممكن تحطي صوص كراميل او صوص شوكولاتة اللي انت حباه، المتاح عندك. انا عندي سوداني ضربته في الكبة ونعمته شوية كده، وبقيت احشي بقى بيه الكنافة. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ اتمنى تجربوها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وانا واثقه ومتاكده ان هيعجبكم ان شاء الله. تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. ودي قناتي مطبخ سومه واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. لو حضراتكم استفدتوا من الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. ده الشكل النهائي للكنافه، وبالف هنا عليكم حبايبي.